بسكوت اوريو اللي الكبار والصغيرين بيحبوه، والاغلب الاطفال ويفتحوها وياكلوا الكريمه اللي جواها ويرموا البسكوت والكبار ياكلوه. ايه حكايته وفي ايه وراه بالظبط؟ تعالى وانا اقول لك. مسكوا مصنع بيصنع بسكوت اوريو في القليوبيه. المصنع ده بيستخدم مواد محظوره زي الفحم. الفحم ده اصلا ما ينفعش للاشتعال للاكل، ما بالك بقى ان انت تعمله عشان تاكل منه، لانه في مواد مسرطنه اصلا غلط على جسم الانسان ان يدخل نسبة من نسبة الفحم اللي هو المحروق ده والخشب المحروق ده انه يخش جسم الانسان. ده بيجيب له سرطانات اعوذ بالله. يعني اصلا الاوريو ده هو المفروض ان هو بيتصدر من بره، فالمصانع اللي حابة تجتهد وتصنعه هنا فبتصنعه بالطريقة الغير مشروعة عشان تكسب كتير وتوفر الخامات اللي بتيجي من بره. كل الحكاية انت بتوفر الدقيق اللي انت هتعجن بيه العجينة وبتشتغل بيه. المفروض ان هو بيتكون من الكاكاو مع الدقيق. هم شالوا حاجات كتير جدا وضافوا لك شرايح من مدورة كده من الخشب المحروق اللي هو الفحم، ويشغلوها وخلاص وبيخلطوها مع المادة وقت الضرب، وبعد كده يحطوا الكريمة في النص ويدخلوها الفرن وتتسوى وتتعبى وتتباع، ولا من شاف ولا من دري. المصنع ده اتوقف واتمسك وكل حاجة زي ما انت عايز تقول قول، بس النصيبة الأكبر هنا في الكميات اللي اتوزعت في وسط البلد ودخلت المحلات وبدأت الأطفال تاكل منها بالفعل. فأنا بنصح إن الناس ما تاكلش الفترة دي الحاجات دي، لأن انت متخيل إن انت داخل جسمك دلوقتي مواد مسرطنة. الفحم ده خطر جدا يا جماعة. الناس أصلا اللي بتستخدم الفحم في الشوي واللي تحطه تعرضه للحمة او للفراخ او الحاجات دي غلط جدا، غلط جدا جدا كمان. والناس اللي بتستخدمه اللي هو بيحط حتة في قلب الفرن ويولعها عشان تدي ريحة للأكل وتدخن والدخان بتاعها يلمس الأكل، فده برضو غلط جدا برضو يا جماعة. في طرق صحية غير استخدام الفحم خالص، لأن استخدام الفحم هو بيتحرق مرة، مع الاحتراق التاني ده بيعمل مواد مسرطنة بتضر الجسم. احنا مش عايزين كل واحد عشان خاطر يروح يبلبط في الساحل ويبقى معاه مليارات ويركب عربيات رينج روفر ويركب لاند كلوزر وبي ام دبليو ومرسيدس اخر موديل وايفونات ويشيل لابات ابل وحسابات في البنك، فان هو مش عايز يشتري خامات ويتلصق ويضر الناس وخلاص. يعني الناس بقى تدمرها ليه؟ انت هتفتح مصنع، يبقى اول حاجة بتعملها ربنا سبحانه وتعالى. انت بتعامل ربنا ان انت بتنزل في معدة الناس حاجة نظيفة وحاجة انت مسؤول منها قدام ربنا. انت كل الناس اللي هتأذي بسببك هتروح لك يوم القيامة وتقف قدام ربنا وتقول يا رب انا ليا حق عند الراجل ده وعايزه. انت مش تعرف انت اذيت مين، هو مش هيعرف برضه مين اللي اذاه، بس يوم القيامة كل واحد هيعرف مظلمته عند مين وكل واحد هيعرف هو ظلم مين. بس يعني ايه اللي وصلنا لكده؟ فلو انت اول مرة تشوفني علق وقول لي ايه رأيك في اللي حصل ده واعمل لي اشتراك ولايك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد، واهم حاجة عطر التعليقات بالصلاة على النبي عشان كلنا نستفاد. وحسب الله ونعم الوكيل في كل غشاش حرامي عاوز يستغل الناس عشان يكبر بسرعة وبالسرقة والغش على تعب الناس. والناس اللي تعبانة دي كلها بسبب ايه؟ بسبب الحاجات المضرة اللي بيحطوها في الاكل دي يعني، والمبيدات والغم الازرق اللي بقى بيتعمل ده. بس احنا بايدينا نعمله غير ان احنا نقول حسب الله ونعم الوكيل فيكم.